ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد يا جماعه من قناه حسن هاشم. وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى يا جماعه انا جايب لكم منتجين مختلفين خالص، يعني حاجه بقى من شركه تايجر جديده خالص. شركه تايجر طبعا عارفين ان هي بتعمل شيبسي تايجر اللي هو قرمش وسيطر والشغل ده. ده بقى يا جماعه شيبسي جديد من تايجر، منتج جديد من تايجر منزلاه، طعمين جداد. ده اسمه اكسلنسي، اسمه اكسلنسي، ده من تايجر. تمام، يلا بينا نبدأ ونشوف ايه الأطعمة دي وايه اللي عاملاه تايجر جديد، وهل طعمه حلو ولا مش طعمه حلو. يلا نجرب مع بعض. الأول هنجرب الكيس الأزرق ده ونشوف ده بطعم ايه. ده يا جماعة مكتوب عليه شرائح بطاطس مقلية بطعم الملح والخل. ده بيبقى شكله عشان تبقوا عارفين شكله. ده بطعم الملح والخل، ده بطعم الملح والخل. ده شكله يا جماعة، جايبه لكم اهو من قريب عشان تشوفوا شكله. تمام، ده يا جماعة سعره 10 جنيه. ده سعره 10 جنيه. ده أطعمة جديدة لسه نازلة من تايجر وحاجة جديدة من تايجر. أنا أول مرة أدوقه، مراتي كانت في السوبر ماركت فلقيتهم يعني منتج جديد وكده، فراحت جابتهم لي قالت لي اعمل بيهم ريفيو ووريهم للناس كده وخلوا الناس تشوف ايه الجديد من شركة تايجر. فده حاجة جديدة من شركة تايجر. هو شكله كده، ويلا بينا نشوف مع بعض الطعم بتاعه حلو ولا الطعم بتاعه مختلف ولا الطعم ايه. ده اول واحد يا جماعة، ولسه في طعم تاني معانا برضك هنجربه. نبدأ بده الاول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله. قبل اي حاجة يا جماعة ما ننساش ازازة المية. تمام، دي اساسية معايا في كل فيديو، بحبها يعني، حاجة كده انا بحبها بتفائل بيها يعني ازازة المية دي. تمام، دي بتاع كل فيديو معانا. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح كده ونجرب. شم كده الاول. ريحة الخل واضحة قوي يا جماعة، ملح وخل. بصوا يا جماعة شكل الشيبساية قبل ما ادوقه. والله يا جماعة انا اول مرة اجربه، اول مرة اجرب الشيبس ده. ده حاجة جديدة، منتج جديد من تايجر، اول مرة انا اجربه. ده شكل الشيبساية كده يا جماعة زي ما انتم شايفين. ده شكل الشيبساية وده شكل الكيس. ندوق ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد واحدة تانية ونجرب كده ونشوف. بس هو طعمه جميل يا جدعان، طعمه جميل جدا. لا فظيع، حاجة جديدة يا جدعان من شركة تايجر، هتعلي على كل الشيبسي بصراحة. منتج مصري يا جماعة 100%. بص الشيبسية عاملة ازاي، جميلة، عاملة زي شكل الكرانشي بس هي أتخن. ده الكيس ده يا جماعة ثمنه 10 جنيه. ده لسه نازل. طعم الخل جامد قوي فيه يا جماعة. الناس اللي بتحب الخل أو الملح هتحبه جدا بصراحة. عمال آكل منه عشان عاجبني جدا، مع إني ما بحبش الخل والملح قوي. يعني ممكن آكل الشيبسي بطعم ملح، إنما خل وملح دي ليها ناسها، يعني في ناس كتير بتحبها. بس بصراحة يا جماعة طعمه جميل جدا، هيعجبكم صدقوني. كده اول طعم معانا خلص. نخش على الطعم التاني. ده الطعم التاني يا جماعة. اسم الشيبسي يا جماعة تايجر اكسلنسي، اسمه كده تايجر اكسلنسي. تمام، ده ب 10 جنيه برضه. ده بطعم ايه يا جماعة؟ ده شرائح بطاطس مقلية بطعم الفلفل الحلو. ده شكله يا جماعة عشان تبقوا عارفين شكله، عشان لو عايزين تجيبوه. ده برضك ب 10 جنيه. ناخد بس بق المية الجميل عشان نفرق ما بين الطعمين. وطبعا انا في اخر الفيديو هقول لكم تقييمي على الشيبسي ده، يعني على المنتج الجديد ده تقييمي كام من 10 اوفر اول عليهم هما الاثنين الطعمين. تقييم كام من 10. ده الطعم الثاني، ده بطعم الفلفل الحلو، هنجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. واو،
شكله جامد جدا. بصوا يا جماعه شكل الشيبسات ده كده، شكل الشيبسات، وده شكله كده من جوه. ده شكل كيس الشيبسي من جوه يا جماعه، ودي كده شكل الشيبسايه. شيبسايه تخينه يا جماعه ومضلعه زي كرانشي، فظيعه الصراحه. ندوق كده. سامعين القرمشه؟ قرمشه فظيعه، كواليتي عالي جدا يا جماعه. يعني بصراحه اول مره اشوف شيبسي جامد كده بجد بجد، مش خساره فيه ال10 جنيه. طعمه جامد جدا. انا عشان بس مش ميال للخل والملح قوي فده عجبني اكتر. ده طعمه احلى بالنسبه لي صراحه، جامد جدا، تحفه يا جماعه. انصحكم تجربوه بصراحه، سواء الطعم ده لو الناس بتحب ده، او الناس بتحب ده. لو الناس بتحب خل وملح هاتوا ده، لو الناس بتحب الفلفل الحلو هاتوا ده. ده يا جماعه سعرهم 10 جنيه، منتجات جديده نازله من تايجر. تقييم يا جماعه على الاثنين بصراحه 10 من 10. الاثنين بصراحه جمال جدا، منتج جديد يا جماعه متميز، انصحكم بيه من شركه تايجر. وقبل اي حاجه يا جماعه، وقبل ما نقفل الفيديو ويكون كده الفيديو بتاعنا وصل للنهايه، ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل والاشتراك في القناه اللي مش مشترك، وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد قناه حسن هاشم بتعمله. هتوحشوني يا جماعه، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله كل 3 ايام على قناه حسن هاشم. قبل ما نقفل الفيديو زي ما انتم عارفين هنقفله بايه؟ بازازه المايه الجميله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.